نادى يا دبلومات، نادى بجال فات بجال. تفضل احكي دكتور. هاي الشرطه اللي امامكم مانعه، وحتى خروج الدبلوماسيين العراقيين بداخل السفاره العراقيه، اغلب الدبلوماسيين الموجودين معتقلين، الشرطه ما يسمحون لهم، وهاي ظاهره يعني لاول مره نشوفها، هاي مو شرطه، هاي صراحه مو شرطه، لان السلطات الروسيه ما تقبل على هذا الشيء اللي صار اليوم بالمدرسه العراقيه، الطلاب يمتحنون برا بالبرد بالشارع، هاي ما صار نهائي. بناء عمره 11 سنه ملك للعراق، والان جورنوفسكي وين كان؟ سرق عمال العراق، سرق نفط العراق بزمن صدام حسين، والان يتظاهر جايب له ما في يحطها بداخل المدرسه العراقيه، يمنع خروج الدبلوماسيين، نص الدبلوماسيين العراقيين بداخل البناء، والنص الاخر هذا يا بالشارع اللي تشوفونه، صور السيارات، صور الدبلوماسيين نايمين للصبح بالشارع، مو صحيح ونص من عندهم موقف الخارجيه الروسيه، موقف الخارجيه الروسيه، موقف الخارجيه الروسيه 10 مرات اتصلنا بهم وحكوا مع الشرطه ومع كذا، نجيك لحد الان اي اجراءات تختم. طب الخارجية العراقية شو اتخذت؟ الخارجية العراقية موقفها جيد جدا وممتاز جدا وعلى اعلى المستويات. كيف وضعكم الصحي بالداخل؟ خربط عندنا معاون ملحق الثقافي وشالوا بالاسعاف الان برا الدكتور ابراهيم. حدا تعرض له صحيا؟ نعم، الدفع والغلط والاهانة البارحة اللي تعرضنا لها بداخل من قبل حتى الشرطة.